وتذاكر وتلم المادة في أقل وقت ممكن بدل ما تتزنق زنقة الكلاب. فبالتالي عقلك يبدأ يركز أكتر، هتفتكر المنهج بكل سهولة. أهلا وسهلا بك يا صديقي في فيديو جديد. النهاردة في الفيديو ده هقولك على أفضل الطرق اللي ممكن تذاكر بيها وتحصل بشكل كويس جدا، وبالتالي تكون متفوق في الامتحانات وبمجهود أقل. فكوباية الشاي الجميلة كده وورقة وقلم وكمل الفيديو للآخر وإن شاء الله تستفيد فايدة كبيرة جدا. في البداية عايز أقولك إحنا هنتكلم في الفيديو ده عن إيه بالظبط. إحنا هنتكلم عن إزاي تذاكر بشكل كويس جدا من قبل ما تبدأ مذاكرة، وإيه الحاجات اللي تعملها قبل ما تبدأ مذاكرة، لحد الحاجات اللي تعملها وإنت بتذاكر، وإزاي تذاكر بشكل كويس، وإيه هي أفضل الطرق، وكمان استراتيجية مفيدة جدا هتساعدك إن أنت تذاكر بأفضل شكل ممكن. وبعدها هتكلم معاك عن تعمل إيه بعد ما تخلص مذاكرة بقى، وإزاي إن أنت تراجع وتفضل محافظ على المعلومة لحد الامتحانات وما تنساهاش وما تضيعش منك. خلينا نبدأ بقبل المذاكرة. تعمل إيه قبل ما تبدأ تذاكر؟ أول حاجة طبعا لازم نكون متفقين عليها هي إن أنت قبل ما تذاكر لازم تكون عارف كويس جدا إن أنت مش هتعرف تركز كويس في المذاكرة. البيئة اللي أنت قاعد فيها مليانة مشتتات. ففي البداية أول خطوة لازم تعملها هي إن أنت تخلص من كل المشتتات اللي موجودة في البيئة حواليك. المشتتات دي ممكن تكون الموبايل، ممكن تكون أي جهاز تاني بتلعب عليه جيمز مثلا، أو أي حاجة تانية ممكن تشتت انتباهك. فلازم إن أنت تخلي البيئة اللي أنت بتذاكر فيها خالية من المشتتات. أما بقى لو عايز تستخدم الموبايل أو اللابتوب في إن أنت تحسن موضوع المذاكرة، فتقدر إن أنت تستعين بنوعية من الفيديوهات اسمها Study with me. والفيديوهات دي احنا عملنا منها عدد كويس جدا، تقدر ان انت تشغل الفيديوهات دي وتذاكر معاها، وهتساعدك جدا ان انت تركز خلال المذاكرة. وكمان بيكون فيها وايت نويز تساعدك ان انت تركز اكتر. فهسيب لك اللينكات بتاعتها في صندوق الوصف تحت الفيديو، تقدر تشوف اي فيديو منهم بالمدة المناسبة ليك وتخليه شغال جنبك وانت بتذاكر، هيساعدك ان انت تركز اكتر. ولكن هنا لازم تخلي بالك من نقطة مهمة جدا، ان انت تقفل كل النوتيفيكيشنز بحيث ان انت ما يجيلكش اشعارات من تطبيقات السوشيال ميديا وانت بتذاكر وتعطلك عن المذاكره. ده كده بالنسبه لموضوع التركيز اثناء المذاكره، وازاي ان انت تكون مركز خلال وقت المذاكره. وكمان اتفقنا في فيديوهات قبل كده انك هتبدا تبني عاده المذاكره، وليكن مثلا لساعه او ساعتين يوميا. فعلشان تعرف تبني عاده المذاكره بشكل كويس جدا لازم تربط عاده المذاكره بعادات تانية ايجابيه. وليكن مثلا ان انت هتربط عاده المذاكره بعاده تانية، زي انك ممكن تصلي ركعتين قبل ما تبدأ مذاكرة، أو إن أنت تقرأ ورد القرآن مثلا وبعدها تبدأ مذاكرة، أو تقول أدعية المذاكرة قبل ما تبدأ. وممكن تربط الموضوع ده بإن أنت مثلا تعمل مشروبك المفضل، سواء كان شاي أو قهوة أو أي مشروب تاني، وتكون عارف إن أنت أول ما تبدأ تعمل المشروب ده وتجهزه وتعمل الخطوات دي تكون مجهز نفسك على ان انت خلاص داخل تذاكر، فبالتالي عقلك يبدأ يركز اكتر. دلوقتي انت خلاص خلصت من المشتتات اللي بتعطلك عن المذاكرة، وكمان بدأت تعمل روتين يومي بحيث ان انت تكتسب عادة المذاكرة بشكل افضل. ايه بقى الطريقة اللي هتذاكر بيها، وايه المدة اللي انت هتذاكر بيها، وايه كل الحاجات دي؟ خلينا متفقين على ان في نظام اسمه البومودورو، وده طبعا اتشهر جدا وناس كتير جدا اتكلمت عنه، ولكن انا حابب اقول لك ازاي تستخدمه بشكل صح. لو انت متعود على المذاكرة فعلا وبتقدر ان انت تذاكر فترات طويلة، فهنا انت تقدر تقعد تذاكر مثلا من ساعة ونص لساعتين متواصلين، وبعدها تاخد بريك لمدة نص ساعة مثلا تعمل فيه اي حاجة انت بتحبها كنوع من المكافأة لنفسك. ويفضل في الوقت ده ان انت تبعد عن الموبايل وتبعد عن كل الحاجات اللي بتستهلكك ذهنيا، بحيث ان انت تدي فرصة لعقلك ان هو يستريح شوية. وكمان تقدر ان انت في الوقت ده تتنفس بشكل كويس، فبالتالي ده هيساعدك انك تركز اكتر خلال المذاكرة. وكمان لما تعمل عملية التنفس دي عقلك هيكون متشبع بالاكسجين اكتر، وبالتالي هتعرف تركز اكتر في جلسات المذاكره اللي بعد كده. ده لو انت بتعرف تركز لمده طويله. طيب لو انت لسه بادئ بقى مش متعود على المذاكره خالص، فتقدر تبدا بوقت قليل زي مثلا 25 دقيقه وبعد كده تريح لمده 5 دقائق. مع الوقت هتلاقي نفسك متعود على الموضوع ده وهتحس ان وقته قليل، فهنا بتبدا تزود ل50 دقيقه مثلا وتريح لمده 10 دقائق. ده كده موضوع تقسيمه الوقت للمذاكره. وطبعا مش محتاج اقول لك ان انت لو عندك وقت فاضي كل يوم تعرف ان انت تثبته للمذاكره، يا ريت تعمل كده علشان تكون متعود على المذاكره في الوقت ده. وطبعا لو متعود انك بتصحى بدري من بعد الفجر وتذاكر لك ساعتين، ده هيكون شيء جامد جدا، لان انت في افضل وقت في اليوم تقدر تحصل فيه المعلومات وتكون
مركز فيه بشكل كويس. دلوقتي بقى تعالى نتكلم عن ازاي نذاكر او عملية المذاكرة نفسها بتمشي ازاي. مبدئيا الموضوع ده فيه طرق كتير جدا مختلفة من شخص للتاني، بس خلينا هنا اشارك معاك اشهر 3 طرق بين الطلاب عموما في المذاكرة. الطريقة الاولى واللي معروفة وهي اسهل واسرع طريقة، وهي انك تبدأ تقرأ الدرس قراءة سريعة كده من غير ما تكتب ملاحظات او ان انت تحل اسئلة او انت تعمل اي حاجة، بس انت سمعت الدرس او حضرت المحاضرة فبالتالي بتبدأ تقرأ سريعا. ودي مش أحسن طريقة في التحصيل طبعا، لأنك بتنسى المعلومات بسرعة ومش بتقدر إن أنت تحصل قدر كبير من المعلومات ومش بتقدر إن أنت تثبتها في دماغك. وتاني طريقة وهي الطريقة الشائعة ما بين كتير من الطلاب، وهي إن أنت بعد ما تخلص المحاضرة أو الدرس بتبدأ إن أنت تقرأ الدرس ده بشكل متعمق شوية وتبدأ تكتب نوتس أو ملاحظات وتبدأ تخلص الدرس وخلاص على كده أنت ذاكرت. اما الطريقه الثالثه بقى وهي افضل طريقه، وهي طريقه قايمه على ان انت بتشغل عقلك وتخليه ان هو يتمرن اكتر على استرجاع المعلومه من خلال ان انت بتحدد جزئيات او بتقسم الدرس لجزئيات معينه، والجزئيات دي بتبدا ان انت بعد ما تخلص كل جزئيه بتبدا ان انت تسال نفسك اسئله او تسمع الجزئيه دي، فبالتالي المعلومات بتثبت في دماغك بشكل احسن. طيب السؤال دلوقتي ايه هي افضل طريقه نمشي بيها؟ هقول لك تعالى نمزج ما بين ال3 طرق دول بحيث ان احنا نطلع بافضل نتيجة ممكنة. هنعمل ايه بقى؟ انت دلوقتي خلاص خدت درس جديد او محاضرة جديدة وعايز ان انت تبدأ تذاكرها. اول حاجة بعد ما تخلص الدرس على طول حاول ان انت في نفس اليوم تقرأه قراءة سريعة بشكل مبدئي، ودي هي المرحلة الاولى او الخطوة الاولى في عملية المذاكرة بتاعتنا. خلاص انت قرأت الدرس فبالتالي هو ثبت في دماغك مبدئيا. تعال هنا بقى نستفيد من قوة كتابة المعلومة، وخليني اقول لك هنا ان كتابة المعلومة لمرة واحدة بايدك بتعادل قراءة المعلومة 7 مرات، فانت مجرد ما تكتب المعلومة كأنك قرأتها 7 مرات ورا بعض، فدي اهمية الكتابة. ولكن طبعا انت مش هتقعد تكتب كل المعلومات. هنا نستغل طريقة كويسة جدا وممتعة في نفس الوقت ومن افضل الطرق، وهتتسلى كده وانت بتنفذ الطريقة دي، وهي انك هتبدأ تقسم الدرس لمجموعة من النقاط الرئيسية والنقاط الفرعية، وبعدها هتبدأ تقسم أو توزع عناصر الدرس والمعلومات المهمة فيه بناء على الكلام ده. ومفيش أفضل من طريقة الخرائط الذهنية إنك تبدأ تقسم بيها الدرس بالشكل ده. في طرق كتير للخرائط الذهنية ممكن تنفذ بيها خريطة ذهنية، ولكن هقولك المفهوم البسيط للخريطة الذهنية، وهي إنك بتكتب عنوان الدرس في منتصف الصفحة، وبعد كده بتبدأ تطلع فروع بعناصر الدرس أو المحاضرة الرئيسية، وبعد كده تبدأ تطلع فروع بالعناصر الفرعية، وتبدأ ترتب كل العناصر دي وتكتب أهم المعلومات، وتحاول إن أنت تكتب أقل قدر من الكلمات اللي يذكرك بالمعلومة. خلاص أنت دلوقتي قرأت قراءة مبدئية للمحاضرة أو الدرس اللي أنت خلصته، وبعد كده عملت خريطة ذهنية بسيطة تفكرك بأهم المعلومات اللي موجودة في الدرس أو المحاضرة دي. تعال بقى نشوف المفروض نعمل إيه بعد كده. المفترض دلوقتي إنك تبدأ تستغل قوة الأسئلة، يعني في الخريطة الذهنية اللي أنت عملتها دي مقسمها لعناصر رئيسية كده، ابدأ هات أي كتاب أسئلة وحل أكبر قدر من الأسئلة خلال الوقت اللي أنت تقدر عليه في اليوم اللي أنت ذاكرت فيه الدرس ده. وبعد ما عملت الخريطة الذهنية، الأسئلة هنا هتمرن عقلك إن أنت تسترجع المعلومات بشكل أحسن، وكمان المعلومات هتثبت في دماغك بشكل أكبر من لو اكتفيت بالتلخيص بس. فهنا هتقعد تحل أسئلة كتير على قد ما تقدر في نفس اليوم أو في اليوم اللي بعده، وبالشكل ده يبقى أنت ذاكرت الدرس بشكل كامل واستفدت منه بأحسن شكل ممكن. هتسألني دلوقتي ليه هعمل خريطة ذهنية واتعب نفسي في الموضوع ده؟ أقولك بكل اختصار، أنت في بداية السنة دلوقتي، فلما تعود نفسك على أن أنت تلخص كل درس في خريطة ذهنية بأقل قدر من المعلومات على قد ما تقدر وبشكل مختصر، وتبدأ تجمع المعلومات دي لكل درس كده تجمعه أو تلخصه في ورقة، ده يخليك أولا تفهم الدرس بشكل كويس جدا، وكمان تحفظه بشكل أحسن، وتقدر أن أنت تتذكر المعلومات دي بشكل أحسن بكتير. ومش كده وبس، لا ده أنت كمان أيام الامتحانات أول ما هتيجي تراجع المادة اللي أنت خلصت مذاكرتها على مدار السنة، هتقدر بكل سهولة أنك تسترجع المعلومات دي بشكل بسيط جدا، لأنك هتلاقي المنهج كله متلخص عندك في كام ورقة، فمجرد ما تبص للأوراق دي هتفتكر المنهج بكل سهولة. وممكن تعمل حاجة إضافية كمان، وهي أن أنت وأنت بتحل الأسئلة الصعبة اللي بتقابلك وأنت بتحل، أو الأسئلة اللي أنت مش عارف إجابتها والأسئلة اللي أنت بتحلها غلط، تبدأ تجمعها في كشكول كده تعتبره بنك أسئلة كامل بالنسبة لك.
الكشكول ده ينفعك جدا في نهاية السنة لما تلاقي فيه مجمع كل الأسئلة اللي انت غلطت فيها والأسئلة اللي فيها أفكار جديدة عليك، فهتلاقي الدنيا سهلة جدا بالنسبة لك، وكمان هتقدر ان انت تتفوق بشكل كبير وتذاكر وتلم المادة في أقل وقت ممكن بدل ما تتزنق زنقة الكلاب. ودلوقتي انت خلصت مذاكرة، المفروض تعمل ايه بعد كده وفي الأيام الجاية؟ علشان تستمر على عملية المذاكرة لازم تقسم المواد اللي عندك على الأيام والوقت بتاع المذاكرة. هتبدأ تحدد كل يوم ايه المواد اللي انت هتذاكرها، وطبعا لو عايز تعمل جدول أو تقسيمة أسبوعية تقدر ان انت تستخدم جدول الدروس أو جدول المحاضرات الخاص بيك، وتبدأ ان انت تنظم المواد اللي انت هتذاكرها بناء على الجدول ده هيساعدك جدا ان انت تسهل الموضوع، وكمان ما تكونش متعارض مع اوقات الدروس والمحاضرات، وفي نفس الوقت هتعرف ان انت تستمر على عملية المذاكرة. ومن افضل الحاجات اللي انت تعملها لما تيجي تذاكر نفس المادة مرة تانية وتبدأ في درس جديد او محاضرة جديدة، انك تراجع على الدرس اللي انت ذاكرته قبل كده، ومع الاستمرارية هتلاقي الدرس بدل ما ياخد معاك ساعة هيبدأ ياخد معاك وليكن 10 دقايق علشان تراجع على كل المعلومات اللي موجودة في الدرس ده. وبالشكل ده انت كل مرة هتذاكر فيها درس جديد في اي مادة هتبدأ ان انت تراجع بسرعة على كل الدروس اللي مرت عليك قبل كده، وبالتالي هيكون صعب جدا ان انت تنسى المعلومات اللي موجودة عندك وان هي تطير من دماغك، لانك مشيت بافضل طريقة ممكنة تقدر تذاكر بيها. قرأت المعلومات بشكل كويس، وطبعا قبلها لازم تكون ركزت مع المدرس اللي بيشرح، وبعدها لخصت الدرس بطريقتك انت وبأسلوبك الخاص، وعملت خريطة ذهنية كده لما كل المعلومات اللي موجودة في الدرس ده، وكمان طبقت على الأسئلة وحليت قدر كويس جدا من الأسئلة، وبعد كده جمعت الأسئلة الصعبة اللي وقفت عندك والأفكار الجديدة عليك في كشكول كده لوحدها عشان ترجع لها في أي وقت تاني حابب إن أنت تشوف الأسئلة دي كانت بتتكلم عن إيه، وبعد كده كمان رجعت عليها بشكل دوري. فبالتالي على ما توصل للامتحانات هيكون وقت المذاكرة أو وقت مراجعة المادة دي قليل جدا، وكمان هتجيب أعلى مجموع ممكن أو أعلى درجة ممكنة في المادة دي. خلاص بقى أنت خلصت مذاكرة وعملت كل الحاجات دي، تقدر ان انت تعمل اي حاجة تانية وترفع عن نفسك باي شكل ممكن، بحيث ان انت تكون مستعد للمرة التانية من المذاكرة. ده كده كان فيديو النهاردة وشوية معلومات بسيطة حبيت اشاركها معاك عن افضل الطرق اللي ممكن تذاكر بيها وكمان تحصل بيها اكبر قدر ممكن من المعلومات وبافضل طريقة ممكنة. عايزك تقولي في التعليقات ايه اكتر حاجة استفدت بيها من الفيديو ده، واشوفك على خير الفيديو الجاي.